والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جوكرات؟ قبل ما نبدا الفيديو متنساش تصلي على النبي وواحد لا وحط لايك اشتراك، يعني كومنت حلو يشجعنا. ظبطنا كده زي ما هنروق عليك دلوقتي في حدث الليجا. تمام تمام. فنزل لنا النهارده حدث الليجا، وصراحة هو حدث يعني على قده. هنشرح كل حاجة دلوقتي احنا، وهنفتح لكم باكج في الآخر. روق علينا لايك اشتراك كده يعني. تمام تمام. اخد 8300 جوهرة من بطولة الدوري. بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل اي حاجه نخش على الاكسترا تايم على طول كده وش. مبدئيا ده المكان الوحيد اللي تقدر تجيب منه لعيبه الحدث، مفيش مكان تاني في اللعبه تقدر تجيب منه لعيبه الحدث. تمام تمام. هو ده الوحيد الوقت ده، في اول باكج ده الوحيد اللي هنفتحه ان شاء الله في تفتيح الباكجات، وهنفتح باكجات كتير في تفتيح الباكجات يعني وكده. فيعني اللعيبه هنا ما يعني نسبه نجيلك اصلا اقل من 1%. فتقريبا تلعب على 102 اصلا من الحدث بيتباعوا. يعني اظن النسبه ضربة غبي في السماء. وبس تعالوا هنا بقى نخش نشرح الحدث بتفصيلة تفصيلة من أول كلمة لآخر كلمة. تمام تمام. نبدأ نشرح في حدث الانترو. عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، ده بيقول لك جو تو اف سي ام تي في. تمام موبايل. فده بيقول لك ان في فيديوهات، يعني هينزلوا لك ملخصات الماتشات في الدوري الاسباني. تمام تمام. هل احنا يهمنا ده؟ لا. انا عايز اقول لك حاجه تانية اهم من كده. انك لو دخلت جوه هتلاقي حاجات كده زي فيديوهات. دوس هنا مثلا وهتلاقي فيديوهات بجواهر، يعني تشوف 30 ثانيه من الفيديو يديك 100 جوهره، كذا فيديو على الحال ده. فانت ممكن تجمع لك 1000 جوهره عشان المحور ده بقاله اسبوعين. تمام دي اول حاجه. طبعا دلوقتي احنا في ويك 2 لغايه ويك 5، يعني 5 اسابيع. تمام تمام. دلوقتي احنا عندنا 4 ماتشات في الدوري الاسباني هنا. تمام دلوقتي عندنا 3 مهام. تمام. والاربع ماتشات دلوقتي هيجددوا كل اسبوع بس في فرق مختلفه، وهنا بيشرح لك طبعا تاريخ انشاء النادي وحياته المهنيه وكده يعني. كانت ملهاش لازمه. هنا هيديك على كل واحد 100 نقطه وشعار النادي. تمام تمام. لو عايز مثلا تحط له ريال مدريد تحط. هنا بقى نيجي المهام. مبدئيا الباكه دي بس قبل اي حاجه ما تفتحهاش، دي اوعى تقرب منها، يعني 3 لعيبه 65 72. لا لا خلاص وحشه يعني. 50 نقطه. فنيجي لاول مهمه، دي بيقول لك كومبليت 5 ماتشز ان يعني مش مهم. المهم ان هو بيقول لك هتلعب 5 ماتشات، الماتشات دي طبعا فيها 4، فانت لازم تستنى الاسبوع الجديد عشان تقدر تختمها. واظن الحلقه هيكون على كل اسبوع على نفس الحال ده عشان يقعدوا يطولوا معاك في اسبوع كمان. وقت ده الخازوق الوحيد يعني للعبه. تمام تمام. فبيقول لك العب 5 ماتشات بس يكون في على الاقل لاعب لاعب من الدوري الاسباني، مش من اي حدث يعني، مش لازم من حدث معين. يعني انا مثلا هنا معايا مين في الدوري الاسباني، وما يكونش الايكون، الايقونات مش هتحسبوا انه من الدوري الاسباني. انا مثلا هنا معايا، انا معيش حد من الدوري الاسباني. شكرا. طب ماشي، ممكن نشوف الدكه ونلعب باي حد يعني، كده كده ماتشات البوت يعني سهله. طبعا نخلصها على طول. عندنا روديجير ده انا ممكن العب بيه عادي اساسي، او ممكن حتى احط ستونز على الدكه او ستان وانزله في مع بدايه الماتش، يعني خلي بس روديجير اساسي بس في البدايه عشان يحسبها لي. تمام تمام. نيجي نخش نشرح باقي المهام. باقي المهام بتقول لك انك لازم تدرب 10 لاعبين، يعني 10 مرات تدريب وترفع رانك حد من لعيبتك. يعني ايه الكلام ده يا عمر؟ يعني مثلا انا دلوقتي عايز اطور مين؟ مثلا انا عايز اطور في البيرسي حاليا. تمام تمام. انا دلوقتي هاجي على التريننج اهو، هديله واحده، التانية، التالتة. نيجي هنا مثلا اللاعب الرابع تمام نحطه اهو. مثلا لو انت حطيت لاعبين مع بعض هيتحسب لك واحد، فانت لازم تعملها واحده واحده، فكده 5. تمام. وادي 6، 7، 8، 9، ويلا بينا 10. يلا. نيجي بقى على المهمة التانية اللي هو بيقول لك رانك اب. دي لازم رانك واحد، يعني اي واحد عندك، لو عندك دوتك اصلا تقدر تطور اي حد، مش لازم يعني. يعني مثلا عندنا مين؟ هاد نارو، مش بطيئة كده من بعد اخر حاجة انت عملتها. ما عندناش دوتك عادي، ما فيش مشكلة. انا مثلا دلوقتي مش لازم اصلا ينجح معايا، انا ممكن دلوقتي اديها لماتيوس، يدي له واحدة، نجحت فشلت خلاص. فشل. مشاكل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا المهمتين نجحوا تموا. مش مهم، مش لازم ماسكرانو ينجح معانا. المهم ان بس نعمل 2 رانك واحده رانك اب و10 تدريب. تمام تمام. ده كده شرح اول قسم. يعني المهمه دي اللي فوق دي هتاخد مننا اسبوع كمان عشان هو بيقول 5 ماتشات وهم فيه 4 بس. هي لعبه مش سالكه عشان نكون صراحه يعني الاخر يعني. تمام تمام. نيجي بقى على القسم اللي بعده، هو قسم فولو لا ليجا. تمام يلا بينا. نخش على القسم، نبدا من بدايته نفس الحوار، مش عايزين حاجه منه. ده هنا يقول لك اختار فريق والعب بيه وكده يعني مش عارف ايه. فانت هتختار فريق، تختار مثلا برشلونه وكونفيرم، وتختار ال 100 نقطة هيكون عندك 75، تختار ال 100، وممكن تظبط التشكيلات يعني تبقى التشكيلة الجولد عادي. تمام تظبط التشكيلة والخطة وكده يعني. تمام تمام. مش... الفكرة بقى مش فين انت دلوقتي هتخلص ماتشات، طب هنكسب إيه لما نخلص ماتشات 100 نقطة وبس كده خلاص؟ لا والله مش 100 نقطة وبس كده خلاص. هناخد من هنا 3 جوائز هيكونوا عندنا. تمام دول هيخلصوا في 4 اسابيع عشان دي لعبه سالكه جدا طبعا محترمه ده طبعا يعني. عندنا هنا اول حاجه 400 نقطه، بيقول لك خلص 4 ماتشات 5 ماتشات، احنا عندنا 4 في الاسبوع. تمام تمام. فلازم نستنى اسبوع كمان عشان نقدر نختم. عندنا هنا بعدين بيقول لك هتاخد 3 ماسكرونو ختم 9، احنا هنختم 4 كمان، فهناخد دي اللي هي بتدي 400 نقطه، وماسكرونو ده لازم نستنى عليه اسبوع كمان عشان هيكون فاضل لنا واحده.
مش بقول لك في فيفا خوازيق، نسميها فيفا خوازيق. تمام. فاضل لنا اخر واحده ال 102 ال 105 اللي هي الباكه التانيه الوحيده اللي بتديك لاعبين للحدث غير وقت الاكسترا تايم. ف وغير الباكات اللي هي من كل الاحداث، بس دي برضو من الاخيره 105 يعني. شوف الكرم. عموما يعني لازم تستنى اسبوع كمان برضه عشان يبقى 12 وبعدين يبقى 13 بقى وتختم. هنا بقى نيجي لاهم حاجه في الحدث تقريبا عندنا. بيقول لك اختار اعلى ثلاثه. هنا بيقول لك اختار احسن يعني الفائز بالليجا والوصيف والمركز الثالث. تمام. تمام. احنا عندنا ده برشلونه اللي هو الفائز، والتانية دي هي اللي هتكون المركز الثاني ودي المركز الثالث. تمام. تمام. فما تستنوش ايهم التاني وايهم التالت لان انا مش عارف انجليزي الصراحه، انا قد في الانجليزي برضه وكده، فمعلش معلش. فعموما دي هتاخد جايزه بعد 77 يوم لما ينتهي الدوري الاسباني. تمام. لو توقعاتك صح بقى، فاهم؟ فلازم يعني دي ما تختارهاش دلوقتي، دي قدامك 35 يوم تختار فيهم، 34 يوم تختار فيهم، 35 يوم هتنتهي. فانا رايي تستنى يعني. انت لو لو دوست كونفيرم دلوقتي هياكد كلامي ومش هقدر ارجع في كلامي. فاحنا نستنى لغايه 34 يوم نشوف برضو الدنيا هتمشي ازاي في الدوري الاسباني ونبقى نختار بقى براحتنا. عشان برضو لسه برشلونه ليها ماتش مع اتلتيكو مدريد الحد الجاي ولسه هتلعب الريال وكده يعني. فلسه في حاجات هتتحسم يعني. اظن الحاجات دي هتوضح لها اكتر من كسبان الدوري الاسباني وكده. ممكن برشلونه تشرخ فوق ريال تجيبهم الاثنين من قفاهم عادي يعني، فاهمين؟ فتمام. نيجي بقى على ثالث قسم والقسم الاخير عندنا اللي ليجا هالو فري. عندنا ماتشين هنلعبهم عند كل ايكون من الايقونات. تمام. هيكون عندنا ايقونين يتفتحوا لنا كل اسبوع. تمام. تمام. احنا دلوقتي عندنا 6، فكل يعني هم هيتفتحوا في خلال 3 اسابيع. تقدر تحصل الايقونات كلهم. الايقون اصلا الواحد فيهم ب 1000 نقطه، فالموضوع سو ايزي يعني. ده مفيش اسهل منه. دي لعيبه طبعا تنميها في المفردات ملهاش اي لازمه معانا في شيء الا لو انت تشكيلتك يعني محتاجاهم وكده. تمام. تمام. فبس ده كده كان شرح الحدث. تعالوا بقى نفتح لنا باكه ولا حاجه، بس قبل بس الاول قبل اي حاجه بس الاول تعالوا عندنا في هنشرح هنشوف لعبه النيون مع بعضنا والقسم الثاني هشرحه لكم. وعندنا هنا في في ده عندنا الجايزه دي اتجددت تديك 3000 ونص جوهره ولعب من زي 98 وواحد مسكرون. تمام. لا مسكرون كان موجود ولا لا أنا نسيت. عموما ده اللي الجوائز هتديها لنا. تمام. مده الحدث 84 يوم طبعا قبل ما يخلص الدوري الاسباني يعني وكده. فعندنا هنا ديناتيلي ما انصحكش بيه الصراحه، هو جامد وحلو بس مش افضل حاجه كام يعني. لو كان سترايكر كان هيبقى حلو، عايز تجيبه وتلعبه سترايكر فهيبقى حلو يعني، بس ما انصحكش بيه يعني. دلوقتي تخلي اغلى منه ب 200 نقطه وعالمي اكتر منه يعني، رجلي 5 وسرعه وكل حاجه. ووكر وبيتر تشيك انا انصحك بالاربعه اللي قدام دول يعني. ديناتيلي احسن من مارادونا. تمام. تمام. وانصحك بالواد اماد ديالو واظن بس كده، ما انصحكش بحد تاني من دول. نيجي بقى نخش القسم الجديد. هو مش قسم جديد، هو الويك 2. هتلعب الماتشات وكده يعني وتاخد نقاط او تختم بقى جاكبو القسم بتاع جاكبو نهائي بقى وكده. وهتاخد 30 توكن من اللي بتبدل بيها اللعيبه وكده يعني. تمام. من النقط اللي انت بتبدل بيها اللعيبه وكده يعني. ما تلعبش هنا وخلاص كده وتاخد او تاخد الجايزه دي وخلاص تقول كده خلاص انت خلاص، لا لسه. تمام. تمام. تعالوا بقى نشرح وبس. هو ده كان الحدث عندنا النهارده. فتعالوا نفتح لنا باكه بجواهر كده. اظن ده افضل حل. فتحته من 3000 هنفتحهم 2000 ونص مره واحده. انا عايز اشوف انجليزي او جورجيا. لو جورجيا مفيش غيرك في الباك، اتمنى ما يكونوش اختاروا لاعب زي كده ما نيجيري سترايكر بس مش اوسيمين. فتعالوا نفتح الباكه. فبسم الله الرحمن الرحيم. مش وكاوت. شكرا. شكرا يا محترم. تمام. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو يعني. صلي على النبي واحد لايك سيبك بقى ولا في الكومنتات مش هتفرق معانا بقى يعني. لايك اشتراك دعمنا بكومنت حلو كده يشجعنا عشان نستمر معاكم ان شاء الله. وعندنا فيديو تفتح باكجات عالمي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.